في 7 علامات لو حابب تعرف الشخص اللي معاك ده حسود أو لأ، يقدروا يخلّوك بسهولة أوي تعرف إذا كان الشخص ده حسود أو لأ. كتير بنتعامل مع ناس وممكن نعاشرهم لسنين طويلة أوي، ولكن ما بنشوفش أو ما بنحسش إن الناس دي الحسد والغِل أو الغيرة مننا هم اللي بيتحولوا الحسد عندهم فبيدمّر حياتنا. ولكن اكتشفت 7 علامات اللي لو خدت بالك منهم ولقيتهم في الشخص ده تأكد إنه حسود. أول علامة منهم إنه لمّا يشوف أي حاجة تعجبه عندك ما بيسمّيش عليها، ولو ذكر اسم ربنا هتحس إن هو طالع من لسانه بس، لكن مش طالع من قلبه. تاني حاجة هتحس إن ملامح وشه متغيرة، وهتشوف لونه تحس إن وشه اتطفى وبقى أسود أو شكله اتخطف. 2 لو استضفته في بيتك وقعد فترة، أول ما هيمشي هتلاقي البيت كله بقى مشاكل وقام حريقة، هتلاقي حاجات بتتحرق، مثلًا ممكن الأنوار بقت تتحرق، هتلاقي أهل البيت بيتخانقوا مع بعض، هتحصل مشكلة، أو تلاقي مشاكل ما بين الزوج وزوجته أو حد من الأولاد تعب وإلى آخره. العلامة التالتة إن الحسود شخص فضولي جدًا، يحب يستفسر منك على قد ما يقدر، يحب ياخد منك معلومات، كنت فين؟ رُحت فين؟ طب بتقبض كام؟ بتشتغل إيه؟ طب بتعمل إيه؟ وهتلاقيه متكتم عن نفسه تمامًا، ما يقولش عن نفسه معلومة، ولو حب وقال عن نفسه معلومة فهتلاقي إن ما فيش ولا معلومة بيقولها عن نفسه بتكون صحيحة 100% أبدًا، ده إن قال لك يعني. رابع علامة في الشخص أول ما يشوفك أو يدخل بيتك ويلمح فيك حاجة متغيّرة أو في بيتك حاجة جديدة ويبُص لها جامد أوي وتحس إنه بدأ يستفسر عنها، منين، دي بكام، طب دي بتعمل بيها إيه، إلى آخره، إلى آخره، واتكسرت أو حصل لها أي حاجة، تأكد إن هو عينه وإن هو حسود ومش متمنّي لك الخير ومستكترها عليك. سادس علامة لو بلغته بحاجة أو بحدث حلو هيحصل لك، يعني مثلا هتتجوز، هتخطب، هتخلف، هتسافر، مرتبك زاد، اتنقلت لوظيفة أحسن، هتلاقيه بلم ووشه اتغير وملامحه اتغيرت وبدأ يتهته في الكلام، وهتلاقي إن هو دايما عينه بتروح وبتيجي، إن هو بيعمل مقارنات جواه إن ليه أنت وأنا لأ، وهتلاقيه دايما إنه مش حابب لك أي حاجة ومستكتر أي حاجة عليك. رقم 7 هتلاقيه دايمًا مش حابب حد يقرّب منّك، هتلاقي دايمًا إن هو بيتكلّم عليك بالكدب، ولو عندك نعمة وأنت مش عايز حد يعرفها ولكن قُلتها له عشان هو صديقك المُقرّب، هتلاقيه جري على طول وفضح السر اللي أنت استأمنته عليه، أو فضح سر بيتك، أو لو في خلافات مع زوجك، أو لو في أي نعمة كويسة، مسافر وأنت مش عايز حد يعرف دلوقتي لأي سبب، هتلاقيه جري واتكلّم مع كل الناس عن النعمة دي علشان تزول منّك، لإنه حابب إن هي تزول لإنه مستكترها عليك وشايف إن هو اللي كان أحق بيها منّك. الحقيقة إن الشخص الحاسد ده لازم قبل ما تشوفه تحصّن نَفْسك كويس أوي، وبالأذكار، وترقي ولادك قبل ما تشوف ده، إذا أصلًا يعني أتمنى إنّك أصلًا ما تعرضش نَفْسك عليه ولا أولادك، ولكن إن كان ولا بُد قرابة بقى، صداقة، أي حاجة، لازم تحصّن نَفْسك كويس أوي، وفي أقل الفُرَص إن هو يشوفك أو يشوف ولادك. كمان ما تحكيش ليه أي حاجة بالتفصيل أبدًا، لإنّك هتلاقي إن هو عمره ما حكى لك حاجة بالتفصيل. ونصيحة، إياك تحكي له على أحلامك ولا على خططك المستقبلية أبدًا، ولو حاجة أنت عايزها تكمل إياك تحكي له عنها خالص، لأن تأكد إن الشخص الحسود ده معيّش نفسه دايمًا في سباق معاك، دايمًا حاطط نفسه الند بالند قصادك يعني، لدرجة إنه ممكن يسرق خططك وأحلامك ويجري ينفذها قبلك. دايمًا هتلاقيه بيقلدك وقدّام الناس بيستنكر عليك طباعك بقى، لبسك، أي حاجة، وهتلاقيه إن هو بيقلدك بالملي. للأسف الشخص الحاسد ما بيحبش حد أصلًا يكون أحسن منه أساسًا، حتى لو هو عنده مقتدر، بس ما يحبش حد يكون كويس أبدًا. ابعدوا عن الحسود وحصّنوا نفسكم وبيوتكم، الحسد مدمر. وما تنسوش كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. عافانا الله وإياكم.